الصبح كده خلاص الدهان كنت عامل زي كده كنت بعمل زي كده. احنا بقى بنقول ايه واحنا بنتك هنا كده؟ ايه بنقول ايه؟ احنا بنتك كده وخلاص. عارفه احنا بنعمل ايه؟ ايه بنسبح. عارف السبحه اللي تيتا بتبقى ماسكاها اللي هي الطويله دي؟ دي زيها كده بس دي بقى بتعمل لعدد كبير. عارف دي بقى بنعمل فيها ايه؟ نقول فيها سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر. نقول بقى في حاجات كتير بقى. الجنة. ايوه عشان نروح الجنه. تبقى الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قول ورايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. قل هو الله احد. الله الصمد. لا قول ورايا بالراحه. الله الصمد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ولم يكن له كفوا احد. خلصت كده كتاب الدول. لو لقيت ان انا في وقت تاني او حاجه تاني هعملها فانا هعملها ماشي، عشان عندي حاجات كتيره قوي بصراحه النهارده. اول حاجه طلعنا منها كده النهارده، بصوا يا جماعه احكي لكم انا قصه البوك ده. البوك ده انا خدته حطيت فيه الفكه، تمام؟ اي فكه بلاقيها باخدها. انتوا عارفين لو ربع جنيه انا معايا 4، في حد معاه 4 انا معايا 4 بحطها. اي حد بلاقي معاه فكه بروح اخدها، يعني ماما بابا اي فكه بلاقيها بقول لهم هاخدها. خدت من ماما 4 جنيه، لقيت معايا 4 جنيه فكه قلت والله ما اسيبهم احطهم بقى. بصوا معايا فكه قد ايه اوريكم، حبه فكه حلوين اهو. انا اللي مخلصه الفكه بتاعت مصر على فكره. كده بقى دي حاسه دي، فاكرين حاسه ان انا كنت جايباها قبل كده برضو، اللي هي كانت عليها بس التانيه كانت عليها عربيه، اللي هي كانت زي دي. انا بقى جبت واحده تانية لان التانية فتحت طبعا، وهي بتتفتح مره واحده بس ما بتتعملش تاني. انا بصوا اهي كده وكده، وريتها لكم قبل كده انا دي. دول كام بقى؟ 25 جنيه. محبش الخمسات القديمه دي بس ماشي، 5 جنيه وخلاص. دي 10 20 25 احطهم بقى. نشيل دول بقى كده نحطهم على جنب، ونيجي بقى نبدأ شغلنا. تمام، اول حاجة هاخد علوم متكاملة اهي، وده الكشكول اللي هذاكر فيه. طبعا انتوا عارفين طريقة مذاكرتي من الترم الاول، عارفينها طبعا. لسه اجيب قلم اسمه ايه، اللي هما العاديين دول. بصراحة انا مش قادرة اقوم من مكاني بصراحة يعني، فهذاكر بالقلم الرصاص. كده كده هكتب بس كتير كده. نجيب بس الشاي اللي ست الكل عاملاه ماشي، عشان هو شكله بارد. حاسه ان اليومين دول بقيت اشرب شاي كتير مش عارفه ليه. اختي اللي بتشرح لي، فاحنا هنراجع الدرس التاني. تمام، يلا بينا. عايزه اكلمكم في حاجه بقى كده. بصوا يا جماعه، انا بجد انا كنت قاعده بذاكر، انا كنت مصدعه جدا وكنت هلكانه، اللي هو انا مش قادره اقوم اعمل حاجه وفاصله تماما بجد. حرفيا انا كنت فاصله، مفيش شغف خالص ان انا اعمل اي حاجه، بس اللي هو لا انا عندي مذاكره فضغطت على نفسي.
بصوا يا جماعه، انا قلت هعمل فطار يعني حاجه ما تكونش فيها زيت وما يكونش فيها يعني ما تكونش حاجه كده تقيله علشان اعرف اركز، عشان انا حرفيا كنت قاعده بالعافيه، فما رضيتش اعمل حاجه تقيله وقلت اعمل حاجه خفيفه كده. ده غير كده ان انا سمعت قبل كده الدكتور بيتكلم عن اللي هو الانهيلثي فود، في الوقت ده مش بيبقى كويس، يعني بيأثر على التركيز، بيخلي التركيز قليل، او اللي هو بنحس ان احنا مش فايقين، عارفين احنا كده لما ناكل ونتقل ونبقى مش قادرين نعمل اي حاجه، هو كده علشان كده لما نيجي نذاكر ما نكونش بنذاكر بعد الغداء، او لو كده بيكون اكل خفيف. خلاص فطرت بقى ونرجع بقى تاني للمذاكرة بتاعتنا. بصوا بصراحة يا جماعة، انا كنت بصراحة بحاول اتلكك اقوم بأي طريقة، بس عشان بس في نفس الوقت بطريقة ما انبش بيها ضميري، اللي هو انا كنت بعمل حاجة، انتوا فاهمين. بس بجد انا كنت تعبانة جدا، انا على طول بقيت دماغي مصدعة ودايخة، فدي حاجة مأثرة عليا قوي، بتخليني طول الوقت اللي هو عايزة افضل نايمة، مش قادرة اعمل اي حاجة، وفاقدة شغف مش عارفة ليه. بس بصراحة بقيت احاول بدأت احاول ارجع شغفي بالقرب من ربنا اكتر. يعني مثلا انا الاول كنت بصلي الفرض عادي، لا بقيت اصلي الفرض مثلا بالنوافل. انا عايزه اقول لكم حاجه، انا كان بيجي عليا ايام اللي هو لا انا عايزه اصلي مثلا النهارده بالنوافل بتاعته، مش دايما، مش هكدب عليكم، مش دايما بصلي الفرض بالنوافل، بس لا اللي هو انا عايزه ابقى كده على طول. بقيت احاول ابقى كده على طول، بحس براحه نفسيه كبيره. بقيت الاقي نفسي اللي هو انا مستنيه امتى الاذان هيأذن علشان اقوم اصليه في وقته، مش باخر، بحاول على قد ما اقدر ما اخرش صلاه. دخلت بقى على اخر صفحه وهي كانت مدياني لحد هنا بس، وقلنا هنكمل الدرس بعدين، فما كانش فاضل غير الحته دي، والشويه اللي فوق دول كنت عارفاهم، حاجه سهله يعني وبسيطه. خلصت بقى كده اول محاضرة، وكمان يعني خلصت من كله كده كده يعني اهو، وعلمت لنفسي، بحب اعلم لنفسي. بصوا يا جماعة، دي كانت المحاضرة السادسة، طبعا انتوا عارفين المحاضرة السادسة دي بصراحة كانت من رمضان، اللي هي اخر محاضرة في رمضان. فانا كان عندي شوية حاجات متراكمة بصراحة، كانت ايام عيد وزحمة بقى وكده، فكنت مراكمة شوية حاجات وباذن الله نلمها. اسمه ايه بقى، هنا كنت اوريكم الغلطات. كان عندي واحده غلط في القصه، وواحده غلط مش فاكره كان في الادب او حاجه زي كده، مش فاكره كان في واحده غلط في فرع، والفرع التاني واحده برضو غلط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا. المحاضره السابعه دايما بقى. تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. رجالتنا رجالة أولى ثانوي ودفعة 2025، أهلا بيكم يا دكاترة في المحاضرة السابعة. أهلا بيكم يا دكاترة. اللهم آمين. يا رب علمنا يا رب علمنا يا رب علمنا. إيه اللي أنا محتاجه بقى يا سيد؟ قعدت بقى خدت بصراحة استراحة لفترة يعني حلوة، لاني خلصت العلوم وصليت وكده، وقمت عملت شوية حاجات، فقعدت فترة يعني، وبعد كده رجعت تاني بقى، بس طبعا بعد ما ريحت دماغي وخدت استراحة. ف لازم يا جماعة بعد كل فترة وفترة، مثلا بعد كل ساعة مثلا كده، ما بين كل ساعة او ساعة الا ربع، شوية استراحة بسيطة، بس تكون بعيدة عن التليفون علشان التليفون هياخد وقتكم. وبس يا جماعه، ده كان فيديو النهارده، لو بيكون الفيديو عجبكم. بصوا يا جماعه، في دماغي بصراحه حاجه ان انا مثلا كل فيديو هقول لكم على شويه معلومات، وانا استفيد وانتوا تستفيدوا، وبالمره لما اقولها لكم هتثبت في دماغي، فاهمين اكيد، فاهمين حاجه زي كده. فقولوا لي برضو ايه رايكم في الفكره دي. وبس ده كان فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.